السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كورة، والخواجة معجون كورة. صحينا النهارده الصبح على خبرين، واحد اهلاوي واحد زملكاوي. جون ادوارد عامل شغل عالي جدا مع نادي الزمالك، ومضى اللاعب المغربي الفاز خليفة اشرف بن شرقي عبد الحميد معالي. والخبر ان الثاني الناحية الثانية هروب وسام ابو علي. هنتكلم بتفاصيل وهنتكلم بحاجات مهمة جدا داخل الخبرين. نبدا الاول بهروب وسام ابو علي. الموضوع بقى عند وسام ابو علي، دخل الموضوع عند جدا مع النادي الاهلي. وصحينا الصبح على خبر النادي الاهلي بيستبعد وسام ابو علي من السفر الى تونس، واصبح وكيل وسام ابو علي بيقول لك انا هفسخ التعاقد وخد فلوسك بقى بعد 3-4 سنين. ومن الواضح كده يا جماعه ان وكيل وسام ابو علي مع اللاعب وسام ابو علي واخدين قوي على الجو ده، ليه سوابق مع النادي السويدي وليه سوابق مع، واقرا تاريخ وسام ابو علي كده هتلاقي كل شويه يروح النادي انا النجم انا كويس، يتعامل كشهريار، وبعد كده يقلب على النادي ويمشي. خد من ده كتير. فواضح كده ان اللي عمله النادي الاهلي مع وسام ابو علي شكله كده الموضوع دخل في عند بكل ما تحمل كلمه من معنى. ليه كده يا وسام يا ابو علي خدت الموضوع عندي؟ ليه عايز يمشي؟ طب هات عقد وامشي. لا انا عايز امشي. يعني دلوقتي انا عايز العب في امريكا، عايز الجنسيه الامريكيه. طب انا وخلي بالك في اقاويل من داخل النادي الاهلي ان وسام ابو علي عايز يروح بيراميدز. طب بيراميدز هيدفع ال 10 مليون دولار؟ طب ال 8 مليون دولار؟ طب هو بيراميدز لو عايز يدفع كان مول نادي خليجي، لان رئيسه اماراتي، كان مول نادي اماراتي خد وسام ابو علي وبعد كده راح بيراميدز. طيب الموضوع ماشي ازاي؟ الموضوع تقدر تقول وسام ابو علي اصبح عنق زجاجه في مسيره النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي خلاص قفل الضبه والمفتاح. وفي هاشتاج دلوقتي عامله جمهور النادي الاهلي عبر الانترنت، ارحل يا وسام. خلاص جمهور النادي الاهلي ما بيبكيش على حد يا جماعه، والنادي الاهلي طبيعته ان هو ملوش عزيز، واجمل ما يميز النادي الاهلي انه ملوش عزيز. بتقول يا خواجه؟ بقول لك مفيش وقت للعاطفه داخل النادي الاهلي، وهو ده سياسه الناجح. سياسه الناجح مفيش مكان للقلب. ما تقوليش بقى ايه، ما تقوليش الموضوع بالنسبه لي ان لا معلش، لا ده الحكايه، لا نديله فرصه ثانيه، لا الكلام ده ما بقاش ياكل مع النادي الاهلي. هو كل الدلع اللي كان فيه وسام بعد الهاتريك بتاع بورتو اللي هو عايش عليه دلوقتي ومتدلع عليه، وهو ده اللي سوقه في امريكا وغير امريكا، الهاتريك بتاع بورتو. كل الدلع ده لحد بدايه معسكر النادي الاهلي وسفره الى تونس. النادي الاهلي هيسافر بكره لتونس، هيقعد 8 ايام او 9 ايام، هيلعب مباراتين ودقيقتين ويجي هيعمل معسكر هنا عشان الدوري 8/8. ايه يا جماعه؟ وسام ابو علي لسه بيتدلع. فالنادي الاهلي اصدر قرار واضح وصريح، ان لا وجود لوسام ابو علي في معسكر تونس. الموضوع هيفضل ماشي لحد فين مش عارفين، بس الموضوع اصبح عند من وسام ابو علي ومن وكيل وسام ابو علي، والنادي الاهلي بياخد حقه ثالث ومثلث. وخلي بالك بعد ما جه وسام ابو علي من امريكا النادي الاهلي صفر له حسابه كله. يعني وسام ابو علي ملوش ربع جنيه عند النادي الاهلي. فالنادي الاهلي قال لك بقى ايه، يعني اديله مستحقاته عشان الراجل تألق والراجل عامل مباراه حلوه. والنادي الاهلي بطبيعته بيدي مستحقاته للعيبه بتاعته اول باول عشان يعرف يتفاوض معاهم في الكلام. الناحيه الثانيه في استقرار، في هدوء، في عمل، في صمت من جانب جون ادوارد مدير الرياضي لنادي الزمالك. وجون ادوارد امبارح صحينا من النوم برضو على خبر مهم جدا جدا جدا، هو انتقال اللاعب عبد الحميد معالي الى نادي الزمالك. جه امتى؟ التفاوض امتى؟ الحكايه امتى؟ الروايه امتى؟ جون ادوارد هو ده السر. طيب مين بقى عبد الحميد معالي ده؟ اللي عنده 19 سنه، اللاعب الفائز اللي خليفه اشرف بن شرقي، اللي حكايه الروايه. الرجاء والوداد بيتخانقوا عليه، وهو لاعب طنجة المغربي. هو لاعب في الدوري المغربي، والله انا الاسم هفتكر لكم حاجه. لاعب في الدوري المغربي، الرجاء عايزه والوداد عايزه. هوب ركب الباراشوت جون ادوارد، خد اللاعب المغربي ووقع مع اللاعب المغربي، ووقع بعقد حلو قوي 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 بالنسبه للارقام الخزعبليه اللي احنا بنسمعها. الراجل وقع بعقد ب 500,000 دولار، 250,000 دولار
في السنه دي و250,000 دولار السنه الجايه. يعني ده انت جون ادوارد، ده انت شاطر قوي، ده انت برافو عليك جون ادوارد، ده انت جايب اللعيب ببلاش الا ربع، ببلاش الا ربع. 250,000 دولار تدفعهم دلوقتي و250,000 دولار السنه الجايه، ده شيء جميل جدا. ده انت بتتكلم دلوقتي، يعني انت بتتكلم في 50 مليون جنيه، هتدفع 25 مليون و25 مليون. ده قلت لك جون ادوارد اقتصادي جدا، اقتصادي جدا، وعارف كويس قوي هو بيعمل ايه مع بيعرف كويس قوي يطلع الجنيه في مكانه. ويقول لك جون ادوارد صريح، يقول لك القطه قطه والجمل جمل، انا مش هدفع سعر قطه بسعر جمل. طيب ايه بقى عبد الحميد معالي قال لك راجل وينج يمين وبيلعب وينج شمال. يعني انت دلوقتي بتقول لمصطفى شلبي مع السلامه، بتقول لمصطفى شلبي انت مش قد التيشيرت الابيض، بتقول لمصطفى شلبي ما عندكش ثقه تلعب قدام الجمهور الابيض، ما عندكش ثقه تلعب تحت الضغط العالي، ما عندكش ثقه ان انت تلعب قدام نادي الزمالك. ده ما يعيبش مصطفى شلبي، مصطفى شلبي لعيب كويس، بس هي امكانيات يا جماعه، هي امكانيات تقدر تلعب قدام جمهور، قدام ضغط، قدام لعيبه كبار، قدام لعيبه متميزه، تقدر تعمل الفارق، تقدر تروح منتخب مصر، تقدر تتعامل مع النجوميه، وفي ناس ما تقدرش. ودي حاجه ليس بالامكان افضل مما كان، هو امكانياتك كده، وهو لعبك كده، وهو امكانياتك كده. تقدر تقول ان هو مصطفى شلبي لعيب مش كويس، لا لعيب كويس بس في ليفل تاني. لعيب كويس في سيراميكا، لعيب كويس في البنك الاهلي، لعيب كويس في زد، لعيب كويس في نوادي مش جماهيريه، ومش اي حد يلعب في نوادي جماهيريه. ارجع لجون ادوارد اللي بيعمل فيه صمت، وهو ده الراجل الناجح. سياسه النجاح واحده يا جماعه، سياسه النجاح واحده. وسبحان مغير الاحوال بين هروب وسام ابو علي ووجود صفقه عبد الحميد معالي في نادي الزمالك، اصبح ان كل واحد ماشي على خطى ثابته. النادي الاهلي بيعالج في مشاكله، في مشاكل قضائيه، ومصطفى يونس والكابتن احمد شوبير ومحمد عماره وهروب وسام ابو علي وتعديل عقد امام عاشور وتعديل عقد ديانج والحكايه والروايه. والنادي الاهلي في غرف مغلقه في تسويه الامور. نادي الزمالك صمت صمت صمت، صفقات صفقات صفقات. مفيش حد بيعرف اخبار نادي الزمالك الا من جون ادوارد. وخلي بالك الخبر تسرب من المغرب، ما تسربش من مصر، ما طلعش مصدر من داخل نادي الزمالك، ما طلعش جون ادوارد يقول لك انا هو بقى وانا اللي جبت الصفقه وانا الحكايه وانا الروايه. ده الخبر طلع من المغرب. انت متخيل؟ الخبر طلع من المغرب. ودي رساله احنا بنتعلم من جون ادوارد، وبنتعلم من الاهلي، وبنتعلم من الزمالك، وبنتعلم من اي حد في مجال كره القدم، ان الشغل في صمت حلو قوي قوي قوي، احسن من كتير الكلام. ومفيش حد على الوسط الرياضي والوسط الفني والوسط الهولوغريفي بيتكلم كتير وبينجح. مفيش حد ابدا بيتكلم كتير وبينجح. وهي دي سمة الناس اللي كتاب النجاح واحد يا جماعه، سياسه النجاح واحده. مفيش حد بيتكلم كتير وبينجح. علشان كده قلنا نعمل لكم فيديو صغير كده نتكلم فيه على اخبار النادي الاهلي واخبار نادي الزمالك. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه، حبيبي خواجه.